ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. يا رب تكونوا بخير وبسعاده. اول حاجه، اختي عندي النهارده والعيال، ففكرنا نعمل اكله جديده وخفيفه. طيب ايه المكونات اللي معاك دي كلها يا ام انس؟ وهتعملي ايه؟ هقول لكم هعمل ايه. انا هعمل النهارده كريب. ده الكريب كنت جايباه من منزوريلا فريش، وده عيش سوري. ده الكريب اهو، الصغير الحجم الاصغر، شايفينه اهو. وده العيش الصاج او العيش السوري. طيب كده خلصنا. هنعمل ايه؟ طب ايه الحشوات بتاعتك بقى يا ام انس؟ الحشوات بتاعتي دي بطاطس من اللي انا مفرزاها طلعتها عشان اقليها، ومعايا برضو بانيه. البانيه ده انا تبلته بتتبيلتي زي ما وريتها لكم قبل كده كذا مره. ده البانيه اهوت، متبلاه وكل حاجه على القليه. ومعايا كمان اسمه ايه فكروني. معايا كمان زيتون اخضر نقعاه شويه في ميه ومصفياه عشان الملوحه بتاعته. ومعايا قوطه شايله منها القلب بتاعها، وفلفل رومي مخرطاهم كده. ومعايا كمان صدوق. طيب اول حاجه هروح اعملها، هروح اقلي البطاطس ديت عشان نخلص منها، واحمر الصدوق ونركنه. يلا بينا بقى مع بعض كده، صلوا على النبي اللهم بارك. يعني احنا هنعمل انا مش عارفه هما كام، واحد تقريبا 5 كريب و7 عيش سوري اللي هو صوب. يلا بينا بقى مع بعض نخش ايه، نظبط الطاسه بتاعتنا ونحط الزيت. بصوا يا حبايبي، انا حطيت البطاطس اهي تتقلي في الطاسه، وبعد البطاطس ان شاء الله هقلي البانيه واشوح الصدوق. النهارده الحشو بتاعنا هيبقى بطاطس وصدوق وبانيه. وعملت كمان النشا اهي اللي هي بتاعه الطوميه باللبن، وهركنها ايه على جنب تبرد خالص. هقلي بقى البطاطس واسيب دي تبرد، ولما اجي اقلي البانيه والصدوق هنقليه مع بعض. صلوا على النبي كده يا حبايبي، وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتستنوا مني كل جديد. بصوا كده يا حبايبي، انا بقلي البانيه اهو، خلاص قليت البطاطس وهحمر برضو الصدوق. البطاطس اهي خلصت، شايفين. هخلص بقى كمية البانيه ونشوح البطاطس. معلش انا كنت بحب، بصوا مش هيتقلب دلوقتي. قليت الاول البطاطس في الزيت عشان الزيت بعد البانيه طبعا ما بينفعش. وهنا هشوح البانيه. البانيه الصدوق حطيت له بس ندعه زيت ذره كده صغيرين عشان اقدر احمرهم فيه. على فكره كمان لو ما حطيتوش اي زيت او اي سمنه او اي حاجه، هو بينزل منه بيبقى طعمه احلى، بس بياخد وقت، بتوطي عليه النار وكده وبياخد وقت. لكن انا مستعجله، فزي ما انتم شايفين ايه، شايفين البانيه وجماله. خلطه البانيه بتاعتي دي بتديله شكل حلو قوي. بطاطس اهي، دي خلاص بقى الطاسه الثانيه اهي. طلعت طاسه والصدوق بيتحمر اهو. دلوقتي بقى هعمل الطوميه اهو. هبدا بقى احط المكونات بتاعتها في الخلاط، برضو انا عملتها معاكم قبل كده. خلاص كده انا حطيت الحاجه كلها. ايه هي يا ام انس؟ حطيت النشا باللبن اللي انا عملتها على البوتاجاز، وحطيت 5 معالق مايونيز، وحطيت نص معلقه توم مفروم، وحطيت فرفوره ملح ليمون وشويه ملح شويه خل، حوالي كوبايه الا ربع زيت ذره وشويه ميه. هطحنهم بقى وكده خلاص التوميه خلصت. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديوهات بتاعتي وتستنوا مني كل جديد. بصوا كده يا حبايبي، ما تضربهاش ولا تزعلها. نطلعه. هناخد كريبايه اهو، بسم الله.
هنبتدي بقى. هنعمل اول حاجه التوميه. بسم الله. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. انا ما فضيتهاش، قلت هعمل الاول منها وبعد ما اعمل منها ايه افضي الباقي اللي هناكل بيه. هنبدأ بقى نعمل. نحط التومية. نفسي الكوكة دي. بنحط الكاتشب. هتقولوا لي بيتحط مايونيز، اقول لكم انا هستخدم التوميه بدل المايونيز زي المحلات بره. على فكره المحلات بره بيعملوها كده. واحط البانيه وشويه خضار وشويه زيتون على الخضار وشويه جبنه موتزاريلا فريش برضو. كتير قوي كده، التبذير وحش. واقفل بقى. احنا قطعناها من النص زي ما وريتكم. هقفله بقى كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك يعني. بحطه بقى في الطاسه، اشوحه من الناحيتين واطلعه له. بصوا يا حبايب قلبي، ده السوري عملته اهوت. برضو كان الحشو بتاعه بانيه على صدق على جبنه على خضار، اللي الحاجات اللي انا وريتها لكم، على موزاريلا. شايفين الجمال؟ بس كل واحد وحجمه طبعا، بما اننا حجمنا ايه شايفين. اللهم بارك يعني. كده عايزه اقول لكم انضف من بره بكتير وكميه. يعني انا عملت يعني مش حاجات كتير بس حلو حلو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو هوريكم برضو شكل الكريب ما يتعمل. صلوا على النبي كده، ولا حول ولا قوه الا بالله عليه العظيم. ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه. وكده يا حبايب قلبي ده الكريب اهو طلعته لكم. بصوا الجمال، اللهم بارك. بس انا ما صورتش الكميه كلها عشان بسم الله ما شاء الله زي ما انتم سامعين كده بيتخانقوا، كل اللي يطلع يتاكل. صلوا على النبي ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله عليه العظيم. واستنوني في فيديو جديد.